هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 13 من فبراير. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن برنامج متابعات لهذا اليوم حلقة جديدة من برنامجه، ويستضيف فيها الأستاذ أحمد هبتيس ويتناول فيها الذكرى التاريخية لمعركة حلحل. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الإريتريون يحيون ذكرى تحرير مدينة مصوع. الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليونا للطرق بين إريتريا وإثيوبيا. وأخيرا، الصادق المهدي يحذر من انقلاب في الخرطوم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. احتفل الإريتريون في الداخل والمهجر بالذكرى السنوية لعملية فنقل الشهيرة، والتي أدت إلى تحرير مدينة مصوع في 10 من فبراير من عام 1990، ومهدت لتحرير العاصمة أسمرة في 24 من مايو من عام 1991. وبهذه الذكرى السنوية العظيمة يحيي الإريتريين ذكرى الشهداء الذين سقطوا في العملية البطولية لتحرير المدينة، والتي أعلنت النهاية الوشيكة لنظام الدرجة الإثيوبي وللتاريخ الاستعماري لإثيوبيا في إريتريا. وتتزامن ذكرى هذا العام مع اتفاقية السلام المزعوم بين إريتريا وإثيوبيا، والذي سمحت فيه الحكومة الإريترية لإثيوبيا باستخدام ميناء مصوع دون إيضاح لملابسات الاتفاقية ومدتها الزمنية وعوائدها بالنسبة للشعب الإريتري، حيث لا زالت تمارس الحكومة الإريترية كل ارتباطاتها الخارجية بعد اتفاقية السلام بشكل مريب ويدعو للقلق. وقد أكد الإريتريون ارتباطهم بمدينتهم التاريخية، خاصة في ظل التصريحات المريبة لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي. في ختام زيارته لأسمرة ولقائه بالرئيس إسياس أفورقي، أعلن مفوض التعاون الدولي والتنمية في الاتحاد الأوروبي سيد نيفين ميمتشا تخصيص الاتحاد الأوروبي لدعم قيمته 20 مليون يورو لبناء وصيانة الطرق الرابطة بين إريتريا وإثيوبيا. وقال المفوض أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم حركة التجارة والمواطنين بين البلدين، إضافة لتعزيزها لاتفاقية السلام بينهما. وقال المفوض بأن الزيارة جاءت على خلفية بحث سبل مشاركة الاتحاد الأوروبي في العملية السلمية بين إريتريا وإثيوبيا. أكد السيد صادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني أن الوقت مناسب للتغيير وإقرار حكم ديمقراطي، محذرا من محاولة إجهاض التظاهرات عبر انقلاب داخلي أو باستيلاء أحد مراكز القوة داخل النظام على السلطة. وأضاف: الآن فرصة تاريخية لقوى التغيير للإقدام على تغيير أوسع من نموذج الربيع العربي وللعبور نحو مرحلة جديدة أهم معالمها حكم ديمقراطي يحقق المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون. وأكد المعارض السوداني البارز أن الثورة الحالية هي نتيجة تراكم تصاعدي أدى لحركة ثورية مجتمعية ألهمت حماسة الشباب وحركت كل قطاعات المجتمع السياسية والمدنية والمطلبية. ولفت الصادق المهدي في البيان إلى أن المساجد لعبت دورا كبيرا في بث النفس الثوري وفي فضح الممارسات القمعية رغم التضييق والملاحقات والضرب الذي طال بعض أئمة المساجد. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرنا، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. الإريتريون يحيون ذكرى تحرير مدينة مصوع.
الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليونا للطرق بين إريتريا وإثيوبيا. وأخيرا السيد صادق المهدي يحذر من انقلاب في الخرطوم. بذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل نكون قد قدمنا لكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرنا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إرنا الدولية في باريس نلتقيكم سادتي في حلقة من برنامج متابعات. هذه إذاعة إرنا. في هذه الحلقة سادتي نستضيف الأستاذ أحمد هبتيس ليحدثنا عن آخر تطورات الأوضاع في البلاد، وكذلك سنتحدث في الحلقة الأولى من هذا البرنامج عن معركة حلحل الشهيرة. أستاذ أحمد، أهلا ومرحب بك في إذاعة إرنا الدولية. نعم، أهلا وسهلا أخي العزيز. مرحب بك أبو حميد. أستاذ أحمد، كيف بتتابعوا أخبار الوطن في هذه الفترة اللي فيها يعني رغم أنه البلاد مكفولة من نظام أسمرة، ولكن الناس من هنا وهناك تتعامل مع الأخبار، وأحيانا الأخبار ما تكون دقيقة، فأنتوا بتتعاملوا وتتحصلوا على الأخبار كيف يعني؟ هو طبعا وسائل الإعلام منتشرة، لكن كما أسلفت الإعلام في الداخل طبعا من الصعب أن تسلك بكل سهولة، ولكن الناس بطريقة وأخرى المهم أخبار نص إشاعات ونص كلام فعلا أكيد موجود، والأغلبية طبعا كما يسمع الكل أخبار سيئة ومن سيء إلى أسوأ، وكل يوم تجينا أحداث جديدة من الاعتقالات واغتيالات والسجن وإلى آخره، والناس متابعة، ولكن كما أسلفت لم تكن هناك أخبار دقيقة في كل الأحوال يعني. جميل. طيب أستاذ أحمد، تمر هذه الأيام الذكرى 44 لحصار العاصمة أسمرة، وفي هذه الذكرى الخالدة طبعا ذكريات كثيرة وذكريات بطولية شامخة. أنت كرجل ناشط في العمل النقابي منذ زمن ولا زلت حتى اليوم تنشط في العمل السياسي، وما بعيد من كل ما شهدته إريتريا على الأقل من الفترة بتاعت الستينيات لحد اليوم. ذكرياتك عن الذكرى 44 لحصار أسمرة، والتي يعني جاءت على خلفيتها طبعا إفراج عدد من أبطال جيش التحرير والمقاتل الإريتري، فماذا أنت قائل أستاذ أحمد؟ والله هذا الحدث يذكرني بكثير من الوقائع، وهذه الواقعة بالنسبة لي لها مكانة خاصة أعتز بها دائما. وذكرى بتاع 44 اللي هو شهر شباط فبراير عام 1975، نعم، إلى أن تم يعني تحرير السجناء، فيهم السياسيين والمعتقلين ماذلين في أثناء الحرب اعتقلوا، وفي هناك من حكم عليهم كان، ولكن ببطولات جيش التحرير يعني تحرروا، تم تحريرهم من غير أن يكون هناك دماء في البلد. الحمد لله، دي كانت بطولة من أحد بطولات جيش التحرير الإريتري. نعم. والمفارقة الغريبة أستاذ أحمد إنه البلاد يعني ربما في فترة الاستعمار الإثيوبي البغيض يعني السجون كانت معروفة وهنالك سجون سرية، لكن اليوم إريتريا تعتبر يعني الدولة رقم 1 في تفنن في السجون وتعذيب المعتقلين. يعني هذه مفارقة غريبة، كيف ممكن تعلق على هذا الرأي وهذه المفارقة؟ والله فعلا يعني إذا قارنا سجناء ذاك اليوم يعتبروا ذات السجناء، يعني لأنه المعركة كانت معركة عدو مع المواطن إريتري، ولكن اليوم السجناء الذي أخرجوا منه وحرروا منه بطولة جيش التحرير السجناء القدام من إثيوبيا اليوم
امتلأت ب يعني سجناء جدد من قبل ما يسمى نظام وطني، في حين أنه يعني سجناء في ذاك اليوم كان يتم محاكمتهم وتحرير يعني وتحريات كانت تجري، واعتقالاتهم ما كانت تتم بخفاء كما اليوم، تتم يوم بعد يوم في خفاء ليلي، وينكرون أنهم لن يروا ولن يسمعوا ما اعتقلوه، والسجون مليئة، وخارج السجون في حفر خفية لا يعلمها أحد. والغريبة أستاذ أحمد يعني في تلك المعتقلات للعدو الإثيوبي في زمن الاستعمار كانت مرافعات، يعني محامين كانوا يدافعوا عن المقاتلين وجدوا في يدهم السلاح ويعترفوا أنهم طلعوا عشان يحرروا البلد، ولكن ضباط كانوا يعني يترافعوا في المحاكم، حتى المحاكم العسكرية. مفارقة غريبة يعني. مفارقة غريبة شكل، لا شك. فبالنسبة طيب تفضل أستاذ أحمد. يعني بالنسبة تحرير مساجين بتاع الدخالة وأسمرة، طبعا أنا يعني كل ما أتذكرها كل ما يعني تجيني بعض القصائد، فكنت ألقيت قصيدة بهذه المناسبة، ويعني لما كتبت الكلمات أول يوم يعني دمعت، يعني وكأنه استشهدوا هؤلاء الزملاء في نفس اليوم الذي تذكرتهم فيها. ممكن نستمع لها أستاذ أحمد؟ نعم. والقصيدة تقول: منتو لترسعا عم علاية الدخالة وسجون أسمرة، عم العباي على عم علاية الدخالة وسجون أسمرة، عم جيش التحرير العطال لحررة، وفرحات انبيع وعلالات دي بحد حابرة، عبد القادر اندبط راكم الساقرة، وسعيد الأسلاك باتك عند الساررة، لكن لا بكيني ما على إلا لودا وإلا لفكرة، ما على جزاء إلا لوادي وإلا لفكرة، أوروتوم بيلولتا فوكالي كسلا أكررة، إذا هو تتبتك ديبكم لحبرة، إذا هو تتبتك ديبكم لأشرة، حقوكم ولاد شعبنا أبطال يتبكرة. يا سلام. وقصيدة طويلة يعني. نعم. رحم الله الشهداء وشهداء الثورة كلهم. الكلام ده كتبته 200 أستاذ أحمد؟ 2005. طيب أستاذ أحمد، يعني زي ما ذكرت أنه يعني نحن نحيي هذه الذكرى العطرة لأبطال جيش التحرير، وكذلك يعني لا نيأس في هذا الشعب المناضل أنه في يوم من الأيام برضو سيخرج هؤلاء المعتقلون في سجون العدو أو سجون نظام أسمرة بين قوسين. كيف ترى ذلك، وما هي رسالتك لكل الناشطين في العمل السياسي وللشعب الموجود في الداخل؟ نعم، وطبعا يعني اليوم يعني أنا لما تذكرت هذه القصيدة كنت يعني كانت السبب بأنه اعتقالات جددت في 2004 و2005 وبالذات بعد الاعتقالات ال15 اللي هم مجموعة ال15. أيوة، مجموعة 15. فيعني واحد اتذكر لأنه جيش التحرير كان يحرر سجناء من داخل العدو، اليوم مين حيحرر هؤلاء الأبطال الذين يعتقلهم ما يسمى حكومة يعني وطنية، يعني في حين أعمالها لن تسجل جزء بسيط من الوطنية أبدا يعني. نعم. ووضعنا طبعا صعب جدا، يعني لا يمكن أن نقارن اعتقالات فترة العدو وفترة بعد الاستغلال، لأنه يعني هناك كانت اعتقالات فعلا بشكل رسمي وبشكل واضح وكما أسلفنا، ولكن الاعتقالات التي حدثت في خفاء
يعني تفوق العشرات الآلاف، ويعني ونحن في وضعنا اللي هو عشناه، وكل الناس اعتقلت هي دي مناضلة وقاتلت وضحت من أجل إريتريا، ولكن مع الأسف الشديد ما في يعني حتى يعني إعلام عالمي يتناول هذه المشكلة. وعلى كل حال الله يكون في عوننا يعني. ونحن نعم إن شاء الله. أستاذ أحمد، أنت تعرف النظام ده طبعا من أول يوم دخوله العاصمة أسمرة 91 بدأ باعتقالات واسعة النطاق، وطبعا كان اعتقالات 94 يعني هي الإعلان الرسمي لحكومة السجون وحكومة المعتقلات، ولا يزال حتى اليوم، والناس بتخرج جثث ومرضى ومنهارة معنويا ونفسيا حتى من سجونه إذا خرجوا. ولكن النظام ما هو جديد عليه. تفتكر إلى أي مدى ممكن يتمادى هذا النظام؟ وفي نفس الوقت هل يعني بالاعتقالات وبالسجون في نظام في الدنيا يقدر يستمر يعني إلى يوم الدين يعني؟ لا يمكن أن يستمر، لكن كله منتظر وقته يعني. لكن فعلا يعني أنت لما تجي يعني ما في أي مؤشر لتغيير وضعه وتفكيرهم وعقليتهم أبدا، ومهما يعني انتقدوا ومهما حاولوا معهم يعني حتى الاتفاقيات التي يعني الآن يوقعوها يوم بعد يوم لم تغير في وضعهم ولا في تفكيرهم شيء يعني. في دليل أنهم هم يعني بالنسبة لهم الإريتريا دي في جيبهم، وما يتعاملوا مع شخص إلا بالقمع وتهديد وقتل. وهذه لا يمكن أن تستمر. يوم من الأيام إن شاء الله حتفرج وحيكون لنا فيها حديث إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أستاذ أحمد، بهذا المدخل نحن نربط بطولات الشعب الإريتري في فترة الكفاح المسلح ونتوقف في البطولات الخالدة، ومن هنا طبعا لابد أن نترحم على شهداء هذه المسيرة ما بعد التحرير، وفي نفس الوقت نقول بأن شمس الحرية قادمة بإذن الله. من بين المعارك الخالدة في عقل هذا الشعب معركة حلحل. أنا في تقديري هذه المعركة الناس بتمر عليها مرور الكرام، ولو الناس تناولتها كمان بتتناولها من زوايا معينة. أستاذ أحمد، تفتكر هل وجدت معارك حلحل التوثيق المناسب لما بمستوى بطولاته وتضحياته وحتى بعدها الوطني؟ والله هذه معركة فعلا كما أسلفت أنت لم يكن لها توثيق، بل كثير من المقالات يعني كان فيها، وهي كانت تعتبر معركة في ذاك الوقت غيرت المجرى النضال في حد ذاته، لأنه كانت يعني أكبر معركة بأكبر عدد في ذاك الوقت. نعم. برغم أنه معركات حلحل لم تكن الأولى والأخيرة. والمعركة التي تمت في 68 سبقتها في نفس المركز ممكن 4 معارك ما قبلها كانت فيها محاولات. سبق هذه المعركة. في الأولى كانت في 64، والثانية في 65، والثالثة في 66، والرابعة في 67، واللي هي المعركة الخامسة كانت في اللي هي بتاع 68. معركة 66 طبعا بالنسبة يعني كانت من ضمن المعارك التي تمت في ليلة واحدة من ضمن المدن والمراكز الأتوبية اللي كانت متوزعة في إريتريا بصفة عامة، كانت في ليلة واحدة ضربة في كل المدن. معركة 68 طبعا المعركة دي كانت يعني معركة فعلا بعدد كبير من الجيش التحرير. نعم. وأنا طبعا ما أتكلم كخبير عسكري في هذه المعركة، وإنما ما عايشته عن قرب في نفس الليلة
ومعرفتي للمنطقة ومعاشرتي للمناضلين حواليها كانوا في ذاك الوقت فدائيين كانوا وخيرهم. المعركة أنا ما أتكلم على كيف التخطيط تم، ولكن يعني عوامل كثيرة صادفت هذه العملية واستشهدوا فيها عدد كبير من طيب أستاذ أحمد، قبل ما نخش في المعركة وقراءتك لها، كل المعارك اللي ذكرتها دي هل تسمى بمعركة حلحل، ولا لما يقولوا معركة حلحل دي المقصود بها بتاع 68، ولا كل مما ذكرت من 64 كل دي معارك حلحل؟ هي الأربعة اللي ذكرتها كلها في نفس المركز، يعني أنا قصدي. والمركز كان في هجوم يعني حصل فيه 4 مرات يعني بهذا، لكن كانت معارك يعني خفيفة يعني لتهيئة وإزعاج المركز من الرحيل من هذه المنطقة. طيب. لأنه منطقة كان فيها المركز بتاع جيش العدو في منطقة استراتيجية بالنسبة للمنطقة الثانية بصفة عامة يعني. وموقعها كان في وسط إريتريا، في وسط حلحل أولا، ثم في وسط منطقة الثانية اللي كانت مخصصة للمنطقة الثانية ضمن المناطق. طيب، في معرض إجابتك قلت إنه معركة حلحل ليس يعني إنه مش ما توثقت التوثيق المناسب لها، بل يعني صاحبتها مغالطات. ماذا تعني بمغالطات؟ يعني زي شنو المغالطات اللي الناس اللي بتقولها مثلا؟ أي مغالطات من ضمن المغالطات، أنا ما حأذكر كل المغالطات اللي حصلت، ولكن طبعا كان سبق هذه المعركة مؤتمر عسكري. نعم. أو اجتماع عسكري لكل المناطق، وتم فيه اتفاق لوحدة كل المناطق الخمسة. وقائد معركة الثانية اللي هو الشهيد عمر إزاز كان مكلف أن يهيئ مكان مؤتمر أن يعقد في هذه المنطقة يعني. وهذا المركز كان يسبب كثير من المخاطر للمنطقة هذه، لأنه منها كان امتداد إلى ماريا وإلى بركة وإلى عنصبة وإلى غيره. كويس. فكثير من المعارك حصلت من هذه المنطقة، كانت تتحرك الجيش الإثيوبي وكان يحصل كثير هجوم وكذا. فمن ضمن الأشياء هذه كانت لتأمين مكان المؤتمر، القصد منه واحد كان، برغم أنه كثير من الناس قالوا والله حصلت في وقت غير مناسب، لأنه نحن كنا متجهين على المؤتمر وعلى المؤتمر، والقائد تهربا من مشاركتنا في المؤتمر دخل المعركة هذه، يعني بهذا الشكل في كثير من التهم ومغالطات يعني. كويس. طيب. طيب، ما هي الحقيقة في رأيك؟ هو في الحقيقة هذه المعركة تمت لتأمين هذه المنطقة، لأنه هذه المنطقة المركز كان يسبب خطر لكل المناطق في الاريا دي. طيب. وفعلا بعد يعني كم شهور يعني هذا المركز رحلوا من هذا المركز، العدو رحل من هذا المركز وخلى حلحل مرة واحد إلى مدة 2 سنين. وفعلا المؤتمر اللي بعده اللي هو كان في 69 بعد سنة من المعركة، وتم تأمين للمؤتمر في نفس المناطق بتاع منطقة الثانية، وتم هو مؤتمر ضوبحة 1969. طيب أبو حميد، نحن حنتوقف هنا في مؤتمر ضوبحة، وقلت رأيك في المغالطات اللي تمت حول معركة حلحل. نحن حنتوقف هنا، وإن شاء الله نحن حنكمل معاك الحديث في الحلقة القادمة. أعزائي المستمعين، كنتم مع حلقة في برنامج متابعات، وكان حديثنا اليوم عن معركة حلحل، وتحدثنا كذلك عن واقع المعتقلات وسياسة ومنهجية نظام أسمرة في اعتقال كل البلد معتقلة، لو قلنا ما فيهاش مبالغة. على أمل اللقاء بكم سادتي، وذلك تحدثنا بمناسبة الذكرى 44 لمحاصرة أسمرة وتحرير عدد من سجناء الوطنية في الاستعمار الإثيوبي
القديم. نلتقيكم سادتي في الحلقة القادمة، حتى ذلكم الحين هذا أحمد شريف يحييكم، مع تحياتي والشكر الجزيل للأستاذ أحمد هبتيس الذي تحدث عن معركة حلحل، وسيكون معه حديث قادم. وتقبلوا تحيات الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، وقبل نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم أعيد تذكيركم بموجز لنشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. الإريتريون يحيون ذكرى تحرير مدينة مصوع، وتتزامن ذكرى هذا العام مع اتفاقية السلام بين إريتريا وإثيوبيا ومساعي الحكومة الإريترية لتأجير ميناء مصوع للحكومة الإثيوبية دون إيضاح شروط الاتفاقيات الملزمة للبلدين. الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو للطرق بين إريتريا وإثيوبيا. قال مفوض التعاون الدولي والتنمية في الاتحاد الأوروبي بأن الاتحاد خصص 20 مليونا لصيانة وبناء الطرق بين إريتريا وإثيوبيا، وأن ذلك سوف يدعم حركة السلام بين البلدين. أخيرا، الصادق المهدي يحذر من انقلاب في الخرطوم. حذر السيد الصادق المهدي من احتمال إجهاض الانتفاضة الشعبية في السودان بانقلاب عسكري من داخل النظام، وأكد بأن الحركة الشعبية التي تقوم ضد النظام الحاكم في الخرطوم الآن هي هبة اجتماعية شاملة. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا تذكير لموجز النشرة التي قدمناها في صدر برنامجنا لهذا اليوم. في الختام أذكر مستمعين ومستمعاتنا الأفاضل دوما بأنهم يمكنهم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعات والبرامج الأخرى لإذاعة أرينا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة في باريس، أطيب التحايا ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.